هذا هو العرس اللي كان فيه كل شي نشط وفرحان، وهو يتقلب من سعادة وفرحة لحزن وبكاء. كل شي فيه كيبكي. الوالدين غادي يهزوا العروسة وغيمشيو بها بسرعة للمستشفى. كانت الحالة ديالها خطيرة. غير وصلوا بدا يسول فيهم الطبيب: مال هاد البنت؟ شنو وقع ليها؟ الوالدين قالوا ليه: حنا براسنا ما عرفناش مالها، كانت عادي مزيانة فرحانة شوية وهي تطيح وبدات كتقطع بالحريق والوجع في كرشها. هنا الطبيب في البلاصة دخلها الإنعاش، لأن الحالة ديالها كانت صعيبة بزاف، ولكن غير دخلها ما كملش 5 دقايق وتوفات. هنا الدكتور غير خرج من الغرفة لقى المستشفى عامرة بعباد الله. كيسول شكون هادو، وهي تجاوب المساعدة قالت ليه: هادو هما اللي جاو مع العروسة اللي دخلناها للإنعاش. منين شاف هذيك الكمية ديال الناس، شي كيبكي شي كيغوت شي كيهضر، ما قدر يقول لهم حتى شي حاجة. رجع للغرفة اللي كان فيها وغادي يتصل بالشرطة، لأن ديك الكمية ديال الناس اللي كانوا ما غاديش تعرف ردة الفعل ديالها. من بعد ما يسمعوها ماتت، وصلوا الشرطة بداو بالأسئلة: شنو وقع؟ شنو كاين؟ قالوا لهم: هاد الناس جابوا هاد الشابة مجرد ما دخلناها ماتت في الحين، يمكن عندها شي تسمم لأن الوجع كان عندها في البطن ديالها. حنا مازال ما درنا التحاليل باش نخرجوا بشي نتيجة. الشرطة هنا غادي يعطيو التعليمات ديالهم باش تمشي الضحية للطبيب الشرعي باش يتأكدوا ويعرفوا شنو هو سبب الوفاة ديالها. من بعد ما غادي يخرج التقرير ديال الطب الشرعي غادي يتأكدوا بأنها كلت شي مادة خطيرة تسببت بالتسمم ديالها والوفاة، وهو دواء الفيران. هنا غادي يبدا البحث مع الأم والأب ديالها: كيفاش كلات؟ فوقاش كلات؟ شكون عطاها الماكلة؟ الأم قالت لهم: أنا اللي عطيت لبنتي تاكل من ديك الماكلة ديال العرس، وأنا اللي دخلتها ليها لبيتها وخليتها غادي تاكل. قالوا ليها: واش نفس الماكلة اللي عطيتو للناس في العرس؟ قالت لهم: منها كلات. ومن بعد رجعت دخلت لقيتها سالات الماكلة ديالها وهزيت داكشي اللي كلات فيه وخرجته، وبنتي ديك الساعة كانت عادية ما فيها حتى شي حاجة. المهم داروا الإجراءات ديالهم كاملة وخداو الجثمان ديال البنت وداروا الجنازة ديالها. من بعد ما دازت 3 أيام ديال الجنازة، هنا الشرطة غادي يبداو يعيطوا على العائلة ديال الضحية، وواحد بواحد بداو بالوالدين ديالها نفس الهضرة اللي قالوا في الأول: بنتهم ما كان فيها حتى شي حاجة. عيطوا على الناس اللي كانوا حاضرين كاملين، وواحد بواحد كل شي كيقول نفس الهضرة: البنت ما كان فيها والو، حتى طاحت وبدات كتغوت بالوجع في البطن ديالها. هنا البوليس غادي ياخدوا الإذن ديال التفتيش وغادي يمشيو لدار الضحية وغادي يقلبوها قنت بقنت، وبالخصوص الكوزينة غادي ياخدوا منها أي حاجة عندها علاقة بالأكل. ياخدوا منها واحد العينة صغيرة باش يختبروها، حتى من العطرية، لأن داك الماكلة كاملة طلبوا منهم البوليس قبل باش تبقى، لأنهم غادي ياخدوا منها واحد العينة ويحللوها ويعرفوا شنو نوع المادة الغريبة اللي في الأكل. وخا قالت لهم الأم ديال الضحية: هذاك العشاء اللي كلات منه بنتي راه هو اللي كلينا منه كاملين. عاود سولوها قالوا لها: واش هذيك الماكلة حطيتوها للناس اللي كانوا معروضين؟ قالت لهم: حطيناها للناس وأنا اللي غلبت لبنتي ودخلت ليها البلاطو حتى البيس ديالها. ومنين رجعت لعندها ديت داكشي اللي بقى شايط من الماكلة للكوزينة. سولوها: واش انتي متأكدة بأنها كلات ديك الماكلة؟ قالت لهم: كلات منها، كان باقي غير شوية رجعتو للكوزينة. النتائج اللي غادي يخرجوا غادي يبينوا بأن كاع داكشي اللي داو الشرطة للمختبر كله طلع سليم، ما فيه حتى شي حاجة غريبة، والأكل سليم 100%. وفي هاد اللحظة هادي البوليس بقاو حايرين: كيفاش هاد البنت ماتت؟ شوية جاهم واحد الشك بأن هاد العروسة ولا هاد الشابة هي اللي تكون صفاتها لراسها، يعني كانت موجدة داكشي اللي غادي تاكلو قبل ما تجيب ليها الأم ديالها الماكلة. قرروا باش يعاودوا يدخلوا الغرفة ديالها ويزيدوا بحثوا فيها مزيان. هنا يلا غيدخلوا للغرفة ديالها وهي تجي أختها الصغيرة وتقول لهم: أنا فاش دخلت لعند أختي لقيت الماكلة منزلة اللي جابت ليها ماما،
وهي تقول لي كليها انت، وانا كليتها. وهما يقولوا ليها البوليس وهي شنو كلات؟ وهي تقول لهم كلات الساندويتش اللي جابتو ليها صاحبتها سهام. وهنا غادي تهضر الاخت الكبيره. فعلا ديك الليله انا شفت سهام دخلت الكوزينه، هزات واحد الطبسيل ودارت فيه داك الساندويتش ودخلته لختي. البوليس هنا تاكدوا ولاو عارفين تقريبا شكون مولات الفعله. كملوا البحث ديالهم وبقاو في بيت الضحيه كيقلبوا. لقاو بقايا الطعام تحت المكان اللي كانت فيه الضحيه وبعض من حبات الزيتون الاخضر. هزوا داك الزيتون وبقايا الطعام ودوهم المختبر باش يديروا عليهم التحاليل. هنا غادي يمشيو عند صاحبة العروسة سهام وغادي يديوها للكوميسارية. كانت كتبان مخلوعة بزاف. قالوا ليها البوليس واش انت اللي عطيتي الساندويتش للعروسة في ديك الليلة؟ قالت لهم انا. علاش؟ قالوا ليها شوية وغادي تعرفي علاش. فعلا غير واحد شوية وغادي يوصل التقرير الطبي بأن العينة الأخيرة كانت فيها نسبة كبيرة ديال دواء الفيران. البوليس غادي يدوروا عند سهام وغادي يقولوا لها علاش، شنو السبب اللي خلاكي تصفيها لصاحبتك؟ هنا بدات كتبكي وقالت لهم والله ما انا، راه لقتها الكبيره فاطمه هي اللي شرات هذاك الساندويتش وقالت ليها كيدخليه لاختي تاكل، راه عزيز عليها الساندويتش. انا دخلت الكوزينه هزيت الطبسيل ودرتو ليها فيه غير باش ما توسخش حوايجها ومشيت بحالي. البوليس غادي يعاودوا يرجعوا للدار ديال العروسه اللي عند اختها الكبيره. لقاوها شاده عليها الباب ديال البيت وكتبكي. بغاو يهضروا معاها ويسولوها، ما بغاتش حل الباب وما بغاتش تهضر معاهم. بقاو يساينوا شويه على ما تهدن وقالوا ليها سهام صاحبة اختك قالت لينا ماشي هي اللي شرات الساندويتش، انت اللي شريتيه وعطيتيه ليها وقلتي ليها دخليه للاخت ديالي. قالت ليهم الله يمسخها كدابه، كتحط عليا الباطل، انا ما عطيتها حتى شي حاجه. سهام مازال مشبته بالاقوال ديالها وفاطمه حتى هي. هنا البوليس بدا يوسعوا البحث ديالهم وكيقلبوا شكون المحل اللي قريب ليهم كيبيع هاد النوع ديال الساندويتشات، حتى غادي يبان ليهم واحد المحل هو اللي قريب. غادي يسولوه، قالوا ليه واش كتعرف فلانه، يعني العروسه اللي توفات؟ قال لهم الله يا ودي راني كنعرفها، راه بنت الجيران. قالوا ليه البوليس بغيناك تفكر معانا مزيان ديك الليله ديال العرس شكون اللي جا عندك من العائله ديال العروسه وشرا من عندك الساندويتش. بقى يفكر شويه وقال لهم الاخت الكبيره ديالها هي اللي جات وخدت من عندي الساندويتش، وانا ديك الساعه بقيت كنفكر كنقول كيفاش هادو عندهم العرس وجايه تشري من عندي الساندويتش. هنا جابوا الاخت ديال العروسه ووقفوها حدا من الساندويتش وقالوا ليه واش هادي، واش متاكد؟ قال لهم متاكد، راه بنت جيراننا، واش غادي نغلط فيها؟ بقات تغوت وتقول ليها الكذاب، بغيتي تطيح عليا الباطل، الله ياخذ فيك الحق حيت اختي رفضاتك وفضلات عليك واحد اخر. المهم البوليس غادي يعتقلوا مول الساندويتش والاخت ديال العروسه، غادي يديهم باش يزيدوا يوسعوا معاهم البحث وغادي يقلبوا في ديك الجهه فين كتسكن العروسه على المحلات اللي كيبيعوا داك النوع ديال الدواء اللي لقاو في ديك العينه الاخيره ديال التحاليل. غادي يلقاو جوج محلات اللي كيبيعوا داك النوع ديال الدواء. غادي يسول الاول وغادي يتاكدوا بانه ما باع حتى شي واحد هذا النوع ديال الدواء. والمحل الثاني غادي يقول لهم راه جات عندي واحد السيده خدات من عندي هذا الدواء وقال لهم حتى النهار فوقاش. بقاو يقلبوا في الكاميرات اللي في المحل وهي تبان في الكاميرات ديال المحل، ومع ذلك جابوا الصوره ديالها وقالوا ليه واش متاكد بانها هي؟ قال لهم متاكد. هنا غادي يتاكدوا بان الاخت الكبيره ديال العروسه هي اللي قتلات الاخت ديالها. هنا غادي يواجهوها بالحقيقه وانهم عرفوا كل شيء وبداو يقولوا ليها علاش صفيتيها لاختك، شنو دارت ليك؟ قالت لهم من نهار اللي وعيت وانا كنسمع كل شيء، لا من ماما ولا من العائله. شوفي اختك احسن منك، شوفي اختك كتعرف تهضر، شوفي اختك وتعلمي منها، شوفي اختك كتقرا احسن منك، شوفي كي كيجيو عليها الخطاب، انتي مالك على هاد الثقاله، تعلمي من اختك، شوفي اختك شوفي اختك. صافي قلبي تعمر بالحقد وتقهرت من جهه اختي
حتى من الراجل اللي كنت كنبغيه وقلت غادي يجي يخطبني وقلتها كاع لصحاباتي ساعة جاي يخطب اختي، ولاو عباد الله كلهم كيشمتوا فيا ويضحكوا. صافي قررت باش نزولها من طريقي ونقتلها. غرتني نفسي ولعب عليا الشيطان وما فقت براسي حتى فات الفوت. المهم غادي يتحكم على هاد الاخت ديال العروسه ب26 سنه، والسبب كان هو الغيره والحقد. وهاد الغلط كيديروه بزاف ديال الوالدين فاش كيبقاو يفضلوا ولادهم على بعضياتهم ويقارنوا بيناتهم، وما كيعرفوش بان كل واحد والقدرات ديالو، كل واحد وشنو طبع فيه الله سبحانه وتعالى. واخا الطفل ما كيبينش ولكن داخليا كيكون مدمر وكيعيش بحال اللي راه عايش عالة على الوالدين وعلى الخوت وعلى الحباب وعلى الصحاب. وكنتمنى الوالدين ياخذوا بعين الاعتبار بان الاطفال راه ماشي بحال كل واحد وشنو طبع فيه الله، وكل واحد والقدرات ديالو. لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.